لن تصدقوا مدى لذة هذه الوصفة حتى تجربوها. أضيفوا دقيق القمح إلى الماء المغلي ثم ملعقة من السكر وملعقة من الملح وحركوا المزيج حتى تتكون عجينة ناعمة ومتجانسة. اسكبوا العجينة في وعاء وأضيفوا 60 غراما من دقيق القمح وملعقة من مسحوق الخبز و30 مل من الزيت ثم اخلطوا المكونات جيدا حتى تمتزج. غطوا الوعاء بورق بلاستيكي واتركوه يرتاح لمدة 10 دقائق، وفي هذه الأثناء أطهوا 300 غرام من اللحم المفروم، وعندما يوشك على النضج أضيفوا بصلتين مفرومتين، ورشة من الملح وقليلا من البابريكا لإضفاء نكهة رائعة. الآن أزيلوا الغلاف عن العجين وقسموه إلى قطع صغيرة واعجنوه مرة أخرى حتى يصبح طريا. ضعوا القليل من اللحم في منتصف كل قطعة ثم شكلوها على هيئة كرات صغيرة، أقلوها في زيت ساخن حتى تكتسب لونا ذهبيا مقرمشا لا يقاوم، والنتيجة كرات لحم مذهلة مقرمشة من الخارج، طرية وغنية بالنكهة من الداخل. جربوها اليوم ولن تندموا أبدا. 100% fire.